يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون احلى متابعين. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير كتير. معلش انا بتاخر عليكم 100 مره اقول لكم الكلمه دي في تنزيل الفيديوهات، ولكن والله العظيم النت عندي بايظ حرفيا. يعني هو ده اللي بيأخرني عن نزول الفيديوهات ليكم. في البدايه كده بحب ارحب بكل حبايبي اللي دخلوا عندي في القناه جداد واشتركوا فيها، بقول لهم نورتوني وشرفتوني، ووجودكم في قناتي على راسي من فوق. والنهارده بقى عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقه ونشاط، يعني هتقومي كده تتشجعي وتتنشطي وتشوفي كل اللي وراكي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نكسب حسنتين مع بعض ونذكر الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، اللهم امين. النهارده بقى عندنا روتين، ما عندناش اكل ولا هنعمل فطار، عندنا فطار بقى من امبارح، فقلنا بقى نستغل اليوم ده في حاجة نعملها في البيت. في الحقيقة كده انا في الوقت دوت ما كنتش عملت اي حاجة لسه في تنظيفات رمضان، وما عملتش اصلا تنظيفات رمضان، لان زي ما انتم عارفين كان الجو اليومين اللي فاتوا كان برد. وطبعا انا مش عايزه مثلا اشيل السجاد او اشيل الفرش، وطبعا معايا طفله صغيره وعندي بنتي بتبرد من اقل حاجه، وعندي الشقه بتاعتي برد جدا. فقلت بقى ايه، نأجل بقى التنظيفات دي نعملها واحده واحده، وفي نفس الوقت نعملها واحده واحده ازاي؟ يعني ما نضغطش على نفسنا. لان بصراحه في رمضان اللي كان بيجي قبل كده في الصيف انا كنت بكون على الوقت ده مخلصه كل حاجه، غسيل سجاد وستاير وكل شيء بكون غسلاه، واكون كمان منفضه الشقه. ولكن السنه اللي فاتت بصراحه والسنه دي رمضان جاي في البرد شويه، فعشان كده انا مرضتش ان انا اكشف الشقه يعني بدري وكده. فطبعا رمضان اللي فات بصراحة قلت بقى ايه، استنى كده لما ايه، زي الناس كده اللي بتقعد تستنى في اخر الايام وتشتغل وكده، ويعني الحبة بتوع رمضان الاولانيين دول ايه اكون مرتاحة فيهم. بس بصراحة تعبت جدا 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 في اليومين دولت. وفي نفس الوقت عايزة اقول لكم انك اوعي تضغطي على نفسك، حاولي تعملي كل يوم حاجة، كل يوم ولو حاجة بسيطة قد كده. يعني النهارده هغسل سجاده، بكره هغسل ستاره، بعده هغسل الفرش مثلا دفايات، هغسل حاجه. وفي نفس الوقت اوعي تضغطي على نفسك، لان بصراحه انا ضغطت على نفسي جامد جدا السنه اللي فاتت، لدرجه ان انا اقسم بالله قضيت العيد في السرير، ومش العيد بس، والفتره اللي بعد العيد كمان، لاني تعبت جدا جدا جدا. فانا بقى قلت لا، لازم ايه اعمل النهارده روتين بسيط كده على قدي. كان عندي شويه غسيل زي ما انتم شايفين كده نشرتهم، والسجاده اللي انا غسلتوها معاكم كده في الاول. وقلت بقى ايه، انا مش هضغط على نفسي نهائي، انا كل حاجه هاخدها واحده واحده. فنصيحه مني كده، كل حاجه تعمليها بالراحه وعلى الهادي يا زبادي زي ما بنقول، وواحده واحده هتعملي كل حاجه. احنا النهارده لسه يعني في اول رمضان، انا في الحقيقه ما اقدرش اقول لكم احنا كام رمضان، لاني مش عارفه الفيديو هينزلوا لكم امتى. زي ما قلت لكم النت بايظ عندي، على ما احمل الفيديو بياخد مني وقت كبير جدا جدا جدا. فزي ما قلت لكم بقى انا حبيت استغل النهارده عشان انا ما عنديش فطار وعندي اكل من امبارح. فقلت بقى ايه، امسك بقى النهارده اعمل حبة تنظيفات ولو بسيطة كده في البيت، برضو هتساعدني وهتسهل عليا الامور فيما بعد. زي ما قلت لكم كده، كان عندي بقى السجادة بتاعت اوضة النوم كده، مسكتها غسلتها وسبتها تتصفى. وقلت بقى عندي بقى كمان شويه هدوم كده وسترتين يعني بتوع الصاله كنت شلته من الصاله، فقلت بقى ايه انشرهم كمان بالمره كده واشوف انا ورايا ايه. جيت هنا بقى طبعا لقيت عندي شويه هدوم كده كنت انا لماهم من على المنشر، وكنت سايباهم على كنبه الانتريه. فقلت بقى ايه نطبقهم ونعمل تنظيفه بسيطه كده. هي يعني هنحط كل حاجه في مكانها، بس اي حاجه هتعمليها في الوقت اللي احنا فيه صدقيني هتسهل عليك الامور جدا جدا. وفي نفس الوقت ما اضغطش على نفسي واكرر التجربه اللي انا عملتها السنه اللي فاتت والتعب اللي انا تعبته. زي ما قلت لكم قضيت العيد والله في السرير، وبعد كده برضو يعني مش العيد بس، لا يمكن انا وصلت للعيد اللي بعده وانا لسه تعبانه، والدكتور لا حزام للظهر وكده، لاني طبعا لما بضغط على نفسي ظهري بيتعبني جدا. ومش هقول لكم انا يعني خلاص بقف نهائيا. فقلت بقى لا، انا مش هعمل في نفسي كده تاني، وهجيب كل حاجة واحدة واحدة كده واعمل كل حاجة براحتي. طبقنا شويه الهدوم بقى ومسكت كل، حطيت بقى كل حاجه في مكانها. حطيت طبعا هدوم لينا في الدولاب بتاعها، وحطيت كمان هدوم جوزي في الدولاب وهدومي، يعني ظبطت الدنيا كده وروقت بقى الهدوم اللي كانت على الكنبه الانتريه. جيت هنا بقى طبعا انا شايله الارضيه بتاعه الصاله، ولكن لسه ما غسلتهاش. يعني انا في البدايه دي كانت اول بدايتي، هي السجاده اللي احنا غسلناها مع بعض دلوقتي. لسه بقى ايه، قلت اشيل وبعديه كده واحده واحده اعمل كل حاجه بالراحه. كده برضو شلت المفارش بتاعت الترابيزات اهي زي ما انتم شايفين، بشيلها برضو بركنها، وبعد كده اغسل بقى ايه واحده واحده.
يعني انا النهارده فاضيه، عندي مثلا حاجات بسيطه، عندي مثلا فطار بسيط مش هياخد مني وقت، هبتدي اغسل مثلا ستارتين، هبتدي اغسل سجاده، هبتدي اغسل حصيره، يعني هظبط اموري كده. روقنا بقى الانتريه وجينا هنا بقى على مكان الركنه. طبعا لينا ما قعدتش كده من الساهل يعني، او قعدت انها تذاكر من الساهل، ده بعد طول النهار يا بنتي اقعدي ذاكري، يا بنتي اكتبي واجب. كنا خلاص جينا على وقت الدرس وخلاص كانت لسه ما كتبتش الواجب، فانا بقى يعني شديتها شده جامده كده، وعملت فيها بقى ام جامده كده زي ما بيقولوا، وقعدتها وقلت لها لا اقعدي بقى ايه اعملي الواجب. فكانت بقى مش عارفه شويه حاجات كده، فانا فهمتهم لها. وجيت بقى ايه، لميت بقى كراساتها شمال ويمين اللي هي رميهم في كل حته، قلت بقى ايه كمان نظبط الركنيه. طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه المشايه او الحصيره اللي في الصاله دي بس، هي دي بس اللي بنقعد نفطر عليها وكده. ولميت بقى زي ما قلت لكم كل حاجه، قلت بقى ايه على ما نعمل حاجه واحده واحده. جيت هنا بقى قلت اروق بقى الكنب. بصراحه لينا بنتي مبهدلالي الدنيا يعني. إيه، عارفه اللي بيقول لك زيت في الزيطه كده، يعني هي بالزيت في الزيطه، يعني ما يكون في حاجه من الدنيا اصلا مقلوبه هي تزيد القلبان بتاعها. فشلت بقى كل حاجه كده، قلت احطها في مكانها واظبط الدنيا. يلا بقى لو انتي وصلت لحد هنا من الفيديو قومي تشطري وتشجعي كده، وراكي اي حاجه اعمليها، احنا بنشجع بعض. انتوا ستات بيوت امارات وستات بيوت شطار جدا جدا، انا مش بعلمك ولكن انا بشجعك. وزي ما انتي بتشجعيني بتعليقاتك الحلوه اللي بتكبر بخاطري وبتفتح نفسي، انا كمان بشجعك بالحاجات اللي انا بعملها. يلا بقى انزلي نوريني، لو انت اول مره تشوفيني نوريني في عيلتي الصغيره، واضغطي على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار. لو انت بقى مستمريه معايا في القناه، يلا بقى حطي لي اللايك الحلو من ايدك الحلوه كده، وحطي لي التعليق حلو اللي بيشجعني وبيكبر بخاطري، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ولا من وقفتكم جنبي ومساندتكم ليا. وانا مش هبقى اي حاجه في اي حاجه غير وقفتكم انتوا جنبي ومساعدتكم ليا وقوفكم جنب قناتي. وبقول لكم ان انتوا احسن حاجه حصلت لي في حياتي. ربنا يديم المحبه ما بيننا يا رب دايما، ويديم دايما التواصل ما بيننا. بحبكم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ما عنتش بقدر ان انا لو نزلت يوم ما نزلتش يوم او اتنين فيديو، والله ببقى قلقانه جدا زي ما بكون زي في امتحان ومستنيه النتيجه، حاجه كده زي خلاص انتوا بقيتوا بتجروا في دمي، زي الحاجه كده اللي ما بقدرش استغنى عنها ابدا. زي ما انتم شايفين بقى كانت لينا بقى هنا مبهدلاني، وما صدقت الحمد لله ان جه ميعاد الدرس. قلت بقى كده اطوق الارضيات كده، شلنا بقى وروقنا كل حاجه وظبطنا كل حاجه وحطينا كل حاجه في مكانها. قلنا بقى ايه نظبط الدنيا كده. هنا بقى كانت عماله بقى تلف ورايا بالعجله زي ما قلت لكم، ما صدقت ان ميعاد الدرس اجى، ورحت منزلاها على طول على الدرس بتاعها، لان بصراحه هي كانت مبهدلالي الدنيا. قلت بقى اطوق الارضيه كده زي ما انتم شايفين، قبل بقى ايه نحط الحصيره كده بحبه معطر كده بقى نشم الروايح الحلوه، وتبقى الدنيا كلها راقت معانا. زي ما قلت لك اعملي حاجه حاجه براحتك، براحتك جدا جدا. اوعي تضغطي على نفسك، هتضغطي على نفسك بعد كده هتعطلي، هتقعدي، هتتعبي. لا طب وانا ليه انا اعمل حاجه حاجه. النهارده زي ما قلت لك هعمل مثلا هغسل مفارش، النهارده هغسل ستاير، النهارده هغسل سجاد. وفي الوقت برضو اللي اكون انا فاضيه فيه، يعني مثلا ما اكونش عندي عزومه مثلا على الفطار وجاي لي بقى ناس وكده. في مثل بيقولك صاحب بالين كداب، يعني مش هغسل مثلا النهارده سجاد وانا عندي عزومه، لا هظبط اموري كل يوم هعمل حاجه وكده. خلاص كده الصلاه بتاعتنا رقت اهي، لينا بقى سابت العجله بتاعتها خلاص، ميعاد الدرس اجا خلاص نزلت على طول. وانا بقى ظبطت الدنيا كده، وكمان فرشت الحصيره بتاعتي وظبطت الدنيا، وكل حاجه بقت تمام اهيت، كل حاجه بقت في مكانها، الدنيا راقت خلاص ما عادش اي حاجه زي ما انتم شايفين اهوت. هندخل بقى هنا على المطبخ. كان عندي بقى حبة اطباق كده من السحور وازازتين مية كانوا فاضيين، قلت بقى ايه اظبط الدنيا برضو في المطبخ كده عشان تبقى كل حاجة تمام. خلاص زي ما قلت لكم انا عندي فطار النهاردة، يعني مش محتاجة ان انا هقف في المطبخ كتير، بس محتاجة دايما ان انا اشوف المطبخ بتاعي رايق ونضيف. ومحتاجة كمان اكتر ان انا اشوف الحوض بتاعي دايما مفيش عليه مواعين ولا اطباق، ويكون برضو رايق ونضيف. دايما الحوض بتاعك نضيف، تحس ان المطبخ كله خلاص نضيف، يعني ما تكركبيش حاجه عليك. حبه اطباق سهلين في ثواني اغسلهم وانضف الدنيا واظبط الدنيا حواليا، خلاص هحس ان الدنيا كلها راقت معايا. زي ما قلت لكم هما كانوا شويه اطباق من السحور. بصراحه انا وقت الفطار تو ما بنفطر بغسل طبعا على طول المواعين بتاعتي قبل كمان ما اصلي، يعني قبل ما اصلي وقبل ما اغسل ايدي والله العظيم بقف على طول على الحوض، بكون مشطبه المطبخ واطلع بقى كده اصلي براحتي
واقرا قران براحتي، واقعد بقى انا استجم مع نفسي. وبيني وبينكم يعني طولة ما الواحد صايم يا دوبك يا دوبك بيفطر اللقمه زي ما قلت لكم، وزي ما يكون خدت مخدر. بحس ان انا بقيت في دنيا تانية. مش عارفه انا كده يعني الناس كلها زي انا كده ولا انا لوحدي بصراحه. بحس بهبوط يعني ما قمتش كده واتشجعت على طول بعد ما اشيل الفطار ان انا اغسل المواعين حتى قبل صلاه العشاء. يعني بتحس بقى خلاص جالي خمول بقى، وعايزه اقعد وعايزه انام، يا دوبك هصلي وهدخل انام. بس انا بصراحه زي ما قلت لكم ما بديش الفرصه لنفسي ان انا اعمل كده. يعني بقوم على طول بعد الفطار اغسل المواعين على طول وانضف المطبخ بتاعي، وبعد كده بقى اقعد اصلي براحتي. حابه بقى ان انا اقرا قران، حابه بقى ان انا اتفرج على التلفزيون شويه زي بقى ما ربنا يرسيها زي ما بيقول. الصينيه دي كانت مكان زبادي، كنت انا عامله زبادي يعني، كانت لينا طلبها مني. والزبادي البيضاء انا كمان ما بستغناش عنها في السحور، بتبقى حلوه جدا وخفيفه حتى لو انا مش هسحر. بشرب كوبايه عصير وباكل زبدية، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي. خلصنا بقى الدنيا كده وظبطنا الدنيا، لمينا طبعا الزباله اللي كانت على الحوض معايا. غسلنا بقى الاطباق بتاعتنا، غسلنا الازايز ومليناها، ظبطنا الدنيا، غسلنا الحوض بتاعنا، كل حاجه بقت تمام. تحسي بقى ان الدنيا كده انت ملكت الدنيا وما فيها. شقتك رايقه، حتتك نظيفه، مطبخك زي الفل. خلاص الدنيا كده خلاص بالنسبة لك. خلصنا بقى كده، ظبطنا الدنيا، غسلنا الحوض بتاعنا، والدنيا بقت معانا فلة زي ما احنا متعودين دايما. مطبخنا نظيف، ايدينا فيه، هتلاقي كل حاجة سهلة. بالذات المطبخ، ليه؟ لان المطبخ هو اساس الدهون. يعني لو انت مش دايما ايدك فيه، ترابيزات، رخام، اللهم صل على النبي، الخشب، البوتاجاز، كل حاجة ايدك فيها هتلاقي المطبخ ده تقيل عليكي جدا. انما لو انت ايدك فيه على طول هتحس ان كل حاجة سهلة عليكي، ومفيش اي حاجة تصعب عليكي في المطبخ. كده بقى خلصنا الدنيا، ظبطنا الدنيا اهوت. ما عادش معانا بقى غير البوتاجاز بالمرة بقى، طالما احنا بنشيك على كل حاجة في المطبخ يبقى البوتاجاز كمان هنديله تلميعة كده. هو كان نضيف بس قلت يعني طالما احنا كل حاجة بنظبطها في المطبخ هنديله كمان تلميعة زي ما انتم شايفين كده. كمان الترابيزة بتاعتنا دي بقى قلنا كمان نمسحها كده، لان دايما بجهز عليها السحور. وبكده يكون خلاص خلصنا كل حاجة. المطبخ بتاعنا بقى زي الفل، ترابيزات والرخام وكل حاجة بقت زي الفل، والحوض بتاعنا خلاص ما عادش فيه اي مواعين. وبكده يكون يومنا خلص وروتيننا خلص. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.